لا تشربوش قهوة عاد انتوا صغار عاد تسودوا. هذا اللي كنا نسمعه احنا صغار من الكبار لما نجي نبسر قرص قهوة ولا قرص شاي ونشتي نشرب. الآن اكتشفوا علميا يعني إنه القهوة والشاي والحاجات هذا بتساهم في جفاف أيضا جسم الإنسان ونقص الماء داخل جسم الإنسان، وإنه زيادة القهوة والشاي مضرة حتى في نقص الحديد وغيرها. أنا من الناس اللي بنعاني أيضا من الأنيميا اللي ما لقيناش حل من سنين طويلة، رغم إن الشاي قد إحنا دارين كيف طعمه لذيذ خاصة بعد ما تتغدى أو أثناء الصبوح، والقهوة. لذلك حنرجع لكلام أجدادنا وجداتنا إنه القهوة عتسود، بناهم كانوا يقنعونا إن القهوة مضرة، دخلوها إن إحنا عنسود، مش ندري مع إنه السواد والكل له السمر والكل لهم جمالهم، يعني خلوا لا إنه إحنا عتسودوا يعني إيش المشكلة لو حصل لنا شوية سمرة؟ بس يمكن يعني يمكن كان عندهم خلفية إنهن مضرات للأطفال، لكن اليوم جيت تقنع الجاهل إنه ما يشربش قهوة ولا ما يشرب شاي، مش زي ما إحنا كنا نسمع الكلام. الآن والله لو تصيح لما إيش عدو يناقشك ويعني يدخلك في هدره ويجادلك. إحنا كنا مساكين، يمين يمين شمال شمال، والله المستعان.